بعد غدوة السبت الترجي في مواجهة مهمة أمام بيترو أتليتيكو الأنغولي في دوري الأبطال الإفريقية المجموعة الثالثة في مرحلة المجموعات. التأكد بأن الترجي اخسر خدمات للأسف مهاجمه محمد علي بن حمود لمدة 3 أسابيع، إن شاء الله باللطف للجميع، بسبب إصابة اللاعب في الرباط الجانبي للمستوى الركبة خلال مباراة الفريق ضد الهلال يوم الجمعة الماضي بالجولة الثانية للمجموعة، ووفق ما أفادت به إدارة النادي على التطبيق الرسمي للترجي بلوس. وفضلا عن بن حمودة فإن الترجي باش يخسر 3 ملعبية أخرى، خدمات لاعب الوسط زكريا العيب، أسامة بوقرة، وعزيز فلاح بسبب الإصابة أيضا. في المقابل باش يرجع المهاجم البرازيلي رودريغو رودريغيز أخيرا من الإصابة، ويحتل الأحمر والأصفر المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف، خلف الهلال صاحب المركز الثاني المتساوي معه بنفس الرصيد، فيما يتصدر بيترو أتليتيكو المجموعة ب6 نقاط، ويقبع النجم في المركز الأخير من دون نقاط. بعد الربح في البطولة قدام المرسى 1-0 وبعد الخسارة اللي قبلها قدام الهلال السوداني، الترجي يسعى باش يعمل ردة فعل في دوري الأبطال الإفريقية ويسترجع ذكريات التتويج 94 2011 و2018 وفي 2019 لما لا للقب الخامس. يطمح جماهير الترجي للفرحة هذه.